بسم الله الرحمن الرحيم. جمع الأعداد النسبية. أخدنا الدرس ده كله قبل كده في سنين قبل كده، يعني في صورة ايه؟ جمع الكسور. ما الأعداد النسبية يعني ايه؟ يعني كسور. نفس اللي كنا بنعمله زمان هو دلوقتي، بس زاد عندي بس ان عندي ايه؟ موجب وعندي سالب. طيب مسألة هنا، سالب 3/5 زائد سالب 1/5. نعمل ايه؟ علشان اجمع او علشان اطرح لازم اتأكد ان المقامات واحدة. هنا المقام عندي 5، يبقى بجمع ايه؟ البسط. -3 زائد -1 بسالب 4، يبقى -4/5. مسألة تانية، 12/8 زائد -3/4. هنا بقى المقامات اختلفت، نعمل ايه؟ في طريقتين لتوحيد المقام. في طريقة سهلة، بعمل ايه؟ المقام اللي هو 8 بضربه في 4، والأربعة بضربها في 8، يبقى كأني بضرب المقامات في بعض. 8 في 4 أو 4 في 8 تديني 32، ودي طريقة سهلة. أو في طريقة تانية، بما إن الأربعة أقدر أوصلها لل8، يبقى أقدر أضرب على طول في 2 للكسر التاني ومليش دعوة بالكسر الأولاني. يبقى الكسر التاني هضربه في 2 طبعا. لازم أضرب فوق وتحت في البسط والمقام عشان ما بقاش بغير بس، يعني ما ينفعش أضرب في المقام بس. طيب الكسر التاني هضربه في 2، يبقى -3 في 2 تديني -6، و4 في 2 تديني 8. نجمع بقى البسط، 12 زائد -6 تديني -6، وطبعا تحت المقامات بقت 8، يبقى -6/8 اللي هي بتساوي 3/4 طبعا في أبسط صورة. نفس المسألة هحلها بالطريقة التانية اللي أنا قلت عليها، اللي هي ايه؟ الطريقة السهلة. هنا مقام 8 وهنا المقام 4. طيب يبقى هضرب ال8 في 4، وهنا هضرب ال4 في 8. طيب البسط الأولاني ضربت المقام اللي هو ال8 ضربته في 4، يبقى لازم البسط أضربه في 4 عشان ما بقاش بغير في الكسر. لازم فوق وتحت نفس الرقم، يبقى في 4 فوق في البسط و4 في المقام. طيب الكسر التاني الأربعة ضربتها في 8، يبقى ال3 أو -3 يعني هضربها برضو في 8. ضربت المقام في 8، يبقى البسط لازم برضو في 8. طيب البسط الأولاني 12 في 4 ب48، المقام 8 في 4 ب32. الكلام ده زائد -3 في 8 بسالب 24، 4 في 8 ب32. كده المقامين زي بعض 32. بجمع بقى ايه؟ بجمع البسط. 48 زائد ناقص 24 أو -24 يعني تديني -24/32، اللي هي لما احطها على الآلة الحاسبة وادوس بيساوي كام هتديني 3/4 طبعا في أبسط صورة. لازم الناتج أكتبه في أبسط صورة. برضو بيقولي اوجد الناتج في أبسط صورة. -8/1/3 زائد 4 زائد سالب يعني 4/1/12. أولا لازم أحولهم لكسور، هو ده عدد كسري، فهكتب 8/1/3 على الآلة الحاسبة وأشوفها بكام هتديني 25/3 طبعا بالسالب. نفس الكلام ال4 وال1/12 على الآلة الحاسبة بتساوي، هتديني 49/12. الكلام ده برضو سالب. نعمل ايه بقى؟ هنا المقام 3 وهنا المقام 12. لو ال3 هوصلها لل12 يبقى هضرب في 4، الكسر الأولاني بس هو اللي هغيره، يبقى هضرب في 4 علشان المقام ال3 يبقى 12. ضربت في 4 يبقى لازم فوق وتحت بسط ومقام، يبقى ناقص 25 هضربها في 4 وال3 هضربها في 4. كده الكسر الأولاني بقى على 12 والكسر التاني اوريدي هو على 12. ماشي، يبقى ناقص 25 في 4 تديني ناقص 100، و3 في 4 تديني 12. ده الكسر الأولاني، والكسر التاني بسالب 49/12 زي ما هي. نجمع بقى البسط زائد البسط، ناقص 100 زائد ناقص 49 تديني ناقص 149. هنا 5 زائد 7 و2/5. بنعمل ايه؟ هنا عدد بس اللي هو ال5، وهنا عدد كسري عدد وكسر. بعمل ايه؟ بجمع العددين مع بعض. طالما عندي بالشكل ده 5 زائد 7 تديني 12، والكسر ينزل زي ما هو 2/5. مش محتاجة يعني أحول ال7 و2/5 أشوفها كسر قد إيه وأقعد أجمع، لأ سهلة أوي. نفس الكلام هنا عندي عدد اللي هو -6، وهنا عندي عدد كسري عدد وكسر 10 و1/5. بجمع العددين يبقى -6 زائد 10 تديني -4، والكسر 1/5 يبقى -4 و1/5. يبقى بجمع العددين مع بعض والكسر بينزل زي ما هو.